ازيكم يا شباب، عاملين ايه اخباركم؟ جهز كشكول وقلم وابدا معايا. طيب قبل ما ابدا اعرف نفسي. طبعا ده اول مره تسمعني، انا اخوك رامي راغب من اسكندريه، 34 سنه وشغال في التجاره الالكترونيه. هكلمك النهارده عن اجابات اسئله بالنسبه للمؤسسه بتاعتنا عشان تقدر تعرف معلومات عن الشغل دوت. امسك معايا السكتش والقلم وابدا معايا. اول سؤال جاي معايا بيقول هو ده ناس بتجيب ناس؟ الشغل هو ده ناس بتجيب ناس؟ وده السؤال رقم واحد، وهبدأ أجاوب على سؤال. تأكد تماما إنك محتاج إجابات الأسئلة ديت، فحاول إنك تركز معايا في كل الأسئلة اللي أنت هتسمعها دلوقتي. أول سؤال هو ليه بنجيب ناس؟ السؤال ده معناه إيه؟ بصوا يا جماعة، ركزوا معايا في الجزء دوت. كلمة ناس بتجيب ناس ديت يعني انا بدور على تجاره بيع وشراء. لو انت بتدور على وظيفه او صنعه او مهنه، هتلاقي الوظيفه من انت بتشتغل وبتبيع وقتك للناس. ولو انت بتدور على مهنه يبقى انت عايز تشتغل في التصنيع، ومجال التصنيع كبير جدا. ولو انت بتدور على التجاره يبقى التجاره هي ناس بتبيع لناس، فطبيعي جدا. بس في انظمه للتجاره، يعني في 4 انظمه معروفين للتجاره عشان تكون عارف ايه التجاره دي وايه المجال دوت. اول 4 انظمه للتسويق والتجاره، فهو الطبيعي جدا ان التسويق بتبيع لناس، بس في نظام اسمه الهرمي، وفي نظام اسمه الشجره، وفي نظام اسمه شبكي، وفي نظام اسمه الفريقي. ال4 انظمه دول ما يليهم البيع المباشر، يعني البيع المباشر او البيع من المصنع للعميل على طول، ودوت بيبقى نظام الفريق، وده برضو نظام كويس جدا. بيع مباشر طبيعي جدا من المصنع للعميل، لما يكون معاه بالاضافه انه تسويق من ال4 انظمه دول يبقى كده تسويق ناجح. طبيعي جدا ان احنا اتعودنا ان في تسويق على ارض الواقع، اللي هو البيع على ارض الواقع. لما بتحط المنتجات في المحل وتفضل تبيع للناس اللي رايحه واللي جايه، ده اسمه بيع، بتبيع لناس. ولكن النظام الاولاني هو البيع عن طريق المحلات، وده بيع اوف لاين. وبعد كده عندي الانظمه اللي هي بتبيع عن طريق التجاره الالكترونيه، وديت مجالها كبير جدا ومعروفه ان التسويق ده تسويق ناجح. وعلى فكره التسويق الوحيد اللي ممنوع في مصر هو التسويق الهرمي، يعني ده اللي احنا عارفينه، لان مفيش منتج بيتسوق. ناس بتجيب ناس وبتدفع فلوس، وفي نفس الوقت مفيش منتج بيتسوق، وده مشكله كبيره. يعني في الدين اسمه ربا، وفي القانون اسمه توظيف اموال، فده ممنوع من مصر تماما. لكن في نظام للتسويق، والانظمه اللي موجوده للتسويق حلوه قوي وممتازه وناجحه، زي انظمه التسويق الشجره الشبكي والفريقي، والثلاثه ناجحين جدا. طبعا بالاضافه لما يكون بيع مباشر ويبقى البيع بتاعها ناجح جدا، يعني بيع مباشر من الشركه اللي هي بتصنع المنتج للعميل اللي محتاج المنتج. تعال نقوله ليه الانظمه الثلاثه دول ناجحين عشان تقدر تاخد المعلومه كامله بالنسبه للسؤال دوت، او الناس بتجيب ناس ليه او بتبيع لناس ليه. التسويق او التجاره طبيعي جدا انها بتمر بمراحل، يا اما بتحط بضاعه في محلات وعن طريق تاجر الجمله بيجيبها لك، وتاجر يجيب من التاجر اللي اكبر منه اللي هو بيجيب كميات من المصنع، وتاجر بيسلم تاجر عشان توصل لك لتاجر تجزئه، ودوت فيه عمولات كتيره في السكه. طبعا كل دوت احنا وفرنا الكلام ده، فخلصنا الموضوع كله في كلمة بيع مباشر، ان يبقى اخد المنتج من الشركة على طول، وكده اسمه بيع مباشر للمستهلك على طول. مفيش ايد مسكته غيري انا والشركة فقط اللي صنعت المنتج واللي استخدم المنتج، ويبقى في نفس الوقت المنتج ما تبهدلش، وفي نفس الوقت ما تحطش عليه زيادة في الاسعار، وفي نفس الوقت خدته بثمنه من الشركة. وطبعا اللي بياخدوا الارباح هنا هنرجع نتكلم الاجزاء ديت. المهم ان انا عندي تسويق اسمه الشجره، ودوت ناجح جدا، زي شركات مصريه كتير زي كوينت، اورفلام، ماي واي، لايك، اديداس. التسويق دوت زي شركات زي كده طبعا. لكن لما الشخص يوقف شغل عن البيزنس، الشجره ديت او الجذع ده بينقطع من الشجره ويموت، ما يبقاش ليه دخل تاني. يعني وقفت شغل في اي وقت ما يبقاش ليك دخل مستمر، وده اسمه التسويق الشجره. في تسويق تاني اسمه التسويق الشبكي، ودوت ناجح جدا طبعا، لان زي اوبر وكريم، ان هي ما بتسوقش ولكن هي منصه بتتلاقى عليها اللي محتاج يركب عربيه واللي محتاج يشغل العربيه، فهي قدمت الاتنين لبعض وخدت عموله، وناجحه جدا. توكيلها معدي ملايين الملايين النهارده، بدات من الصفر شركه هي اوبر وكريم، وناجحه طبعا. النهارده عندي تسويق تاني اسمه تسويق فريقي عن طريق بيع مباشر، وديت زي شركات عالميه، والتسويق ده ناجح مليون المية.
لانه تجاره الكترونيه والتسويق ناجح 100% عن طريق تسويق فريقي، زي زارا، كونكريت، امازون، سودوكوم، جوميا، اس اتش، داون تيم، فيريستا. دي شركات عالميه بتسوق بنظام اسمه التسويق الفريقي وناجحه جدا جدا طبعا. ودوت بيبيع المنتج من الشركه للعميل، وفي نفس الوقت اللي بيشتري المنتج هو كمان بياخد صلاحيه ان هو يقدر يسوق المنتجات عن طريق الموقع بتاع الشركه نفسه. والموقع ده بيبقى مخصص ليه هو باسمه وبياناته وعنوانه وكل تفاصيله وحتى الوريث بتاعه، ويبقى ليه توكيل جوه الشركه واخد بيه اسهم ان هو يقدر يسوق ويعمل عمولات. وطريقه التسويق الفريقي ديت قويه جدا، لان هي بتبني فرق الناس محتاجه المنتج ومحتاجه كمان مصدر دخل ان هي تكسب من ورا منتجات للشركه هي بتسوقها كمان. هي بتسوق منتجات الشركه، او العملاء دول بيسوقوا منتجات الشركه ويعملوا عمولات، وهم كمان يكبروا وارباحهم تزيد. ففي نفس الوقت اي شخص بيشتري منتج هو بيبقى من اعضاء الوكلاء، فيبدا يتحول لشريك جوه الشركه. النهارده الفكره قويه جدا، لما الشركه لغت الدعايه والاعلان قررت تعمل البيع عن طريق العملاء بتوعها او الناس اللي بتيجي تشتري من عندها منتجات. فقررت ان الشخص هو اللي اشترى المنتج يقدر انه يبيع بعد كده من منتجات الشركه ويعمل عمولات كويسه جدا ويبني فريق كمان، لان كل شخص هياخد منه هيبني فريق، وده هيبدا العلاقه بتبتدي. يبقى كلمه ناس بتجيب ناس ديت كانت موجوده في البيع المباشر طبيعي، او في التجاره الالكترونيه طبيعي، او في كلمه التسويق. انت بتدور على بيزنس، يبقى لازم البيزنس ده يكون فيه بيع وشراء. ساعه لما يكون فيه بيع وشراء في الطريقه ديت تبقى هو ده اسمه تجاره، يعني بيزنس بيع وشراء، ودي كده ناجحه. يا جماعه احنا لازم نتكلم بالمنطق، ده المنطق فعلا. لكن كلمه ناس بتجيب ناس، هو التسويق والتجاره هي ناس بتبيع لناس، ولكن انت بتبتدي علاقه مع شخص انت تعرفه كويس جدا، والعلاقه بتبتدي ويبدا يعمل معاك عمولات، لان هو محتاج نفس الفرصه اللي انت واخدها. فتاكد تماما انها الفرصه اللي انت واخدها هو اللي هو محتاجها. رقم 2 او السؤال الثاني، هو ده الشغل اللي زي كيو نت، وهل ده حلال ولا حرام؟ اولا شركه كيو نت شغاله 100% وناجحه جدا جدا، وشغلها حلال طبعا، انها شغاله بطريقه ناجحه. قلنا ان التسويق الهرمي ده الحاجه الوحيده اللي ممنوعه في مصر، وحرام يا جماعه شرعا وقانونا ممنوع في مصر، لان مفيش منتج بيتسوق فناس بتدفع فلوس عشان تقبض فلوس كل شهر. مفيش حاجه بتتسوق، صرف النظر عن شركات معينه او بدون ذكر اسماء، ولكن كلمه تسويق هرمي دي الشركه اللي بتسوق منتجات مش موجوده، وعشان كده ده حرام طبعا، لان انا بسوق منتج موجود. النهارده كيونت بتسوق منتج موجود، ولما بتسوق بطريقه اسمها تسويق شجره، يعني تبني شجره، والشجره بتاعتك ديت لو انت جذع في الشجره وانقطعت عن الشجره او وقفت، او اي حد معاك وقف شغل عن الشجره، الجذع ده بينقطع من الشجره ويقع ويموت، وفي نفس الوقت ما بقاش ليه دخل تاني، عشان كده بيقع الجذع وينفصل عن الشجره. فده اسمه تسويق شجري. يبقى الطريقه ديت حلال طبعا وموجوده بالفعل، هي موجوده زي شركه كيونت، ولكن مش شركتنا، احنا بنسوق بطريقه مختلفه. اتفقنا على 4 انظمه للتسويق: هرمي وده ممنوع في مصر، شجره ودي زي شركات كتيره بتسوق بدون ذكر اسماء، وشبكي ودي زي شركه معروفه جدا وبقى في منها شركات كتيره جدا بتقدم خدمه المشروع. طبعا اخر حاجه قلنا رقم 4 وده التسويق الفريقي، واللي هي ناجحه جدا طبعا، زي زارا وكونكريت وامازون وسودوكوم وجوميا واس اتش وداون تيم. دي شركات عالميه بتسوق عن طريق تسويق فريقي وهو بيع مباشر. طيب عن طريق التجاره الالكترونيه. طيب رقم 3، ليه في ناس شايفين ان طريقة التسويق مش سليمة او مش سهلة؟ بص يا جماعة، مش سليمة ومش سهلة الاتنين، يعني مش سهلة، لا طريقة التسويق سهلة جدا جدا جدا، لان انا بقدم احتياج للناس هم الناس محتاجينه اصلا. انت لما بتيجي تقدم منتج النهاردة الناس بتحتاجه، الناس ما تقدرش تستغنى عن الاكل واللبس والعلاج والتعليم، ده شيء اساسي. الناس محتاجة كمان مصدر دخل ليها دايم مدى الحياة. يبقى اللي بياخد المنتج بياخد المشروع لان هو محتاج المشروع. يبقى في الوقت دوت انا بقدم حاجه الناس محتاجاها، ولكن في شخص بيقدمها وهو مش فاهم هو بيقدم ايه، ولذلك هو ما بيبقاش عارف هو اللي بيقدمه ايه. عشان كده الناس بتحس ان هي حاجه مش سهله وحاجه صعبه، ولكن الشخص اللي فاهم ودارس كويس يقدر يفيدك انه يوصل لك المعلومه الحقيقيه، ويوصلها لك ان هي فعلا تجاره سهله جدا جدا، بتدي لك سرعه في الانتشار الا في التكلفه، سهوله في الجهد، عشان كده بتعمل ارباح كبيره.
من وقت قليل جدا بتتعلم وتتدرب مع الشباب وتقدر تعمل منها ارباح من 2000 ل 10000 في الاسبوع، وده اقل الارقام تقدر تعملها من البيزنس دوت، لان مكسبه 10 اضعاف التجاره التقليديه. الناس شايفينها ان هي الطريقه صعبه، الناس في الاول ما بتجيش مع كل حاجه بيحسوا ان هي غريبه عليهم او جديده. الطبيعي طبعا يا جماعه ان مش كل الناس هتتفق معايا ان هم هياكلوا سمك، او ناس عايزه تاكل لحمه، او ناس عايزه تاكل فراخ، فمش كل الناس هتاكل الاكل اللي انت بتحبه. وطبيعي جدا ان الناس في الاول هتستغربك، لان الناس استغربت حاجات كتيره في الاول. التليفونات اللي هي الزراير، ايام التليفونات اللي هي 3310 وال1100 والكلام القديم قوي دوت، قبل ما الناس تمسك تليفونات وكانت ترانك، وكان في تليفونات اللي هي الكباين ميناتيل وكباين النيل واقفه في الشارع على الارصفه، والناس كانت بتستغرب كلمه المحمول. ولما جه رجل الاعمال نجيب ساويرس قال لك انا هخلي المحمول في يد الجميع، الناس استغربت، قال لك هنمشي بالتليفون من غير سلك في الشارع، والناس كانت مستغرباها ومتخوفاها ومتجاهلاها جدا. ولما انتشر التليفون وبقى على مستوى الجمهوريه كلها، النهارده نزلوا طبعا تليفونات تاتش والناس استغربتها، ايه التليفون التاتش دوت ونعمله كده ازاي على الشاشه. والنهارده انتشر بطريقه فظيعه جدا طبعا. النهارده كمان لما وصلت التجاره الالكترونيه في 2010 وطلع مارك زوكربيرج قال لك التجاره الالكترونيه او التسويق او الانترنت هيقود العالم. كان بيتكلم بشكل قوي جدا لانه عارف هو بيقول ايه. ولما جت في 2020 الناس كانوا اول بيضحكوا عليه. 2020 لما الانترنت اتقطع 6 ساعات العالم كله وقف. انت متخيل؟ فالنهارده الناس مش مصدقه قد ايه هي اهميه التجاره الالكترونيه واهميه الانترنت في حياتهم. النهارده انت بتعمل كل حاجه من التليفون، بتمسك التليفون بتقدر ان انت تعمل كل حاجه في بنك متنقل في التليفون زي فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات كاش، فده بنك متنقل معاك في التليفون، تقدر تحول فلوس وتستقبل فلوس، تقدر ان انت تخلص محتاجاتك، تقدر ان انت تشتري الاحتياجات بتاعتك من بره من فتح الله، كارفور، اي اماكن، تقدر ان انت تحجز طيران وسكه حديد واوبر واي حاجه انت تقدر تعملها من التليفون، تقدر تدفع فواتير الكهرباء والميه والغاز، تقدر ان انت تعمل كل شيء مكافه كل شيء من التليفون. حتى المصالح الحكوميه النهارده بقت موجوده على بوابه مصر الرقميه في جوجل، فانت تقدر حتى المصالح الحكوميه بتخلصها وانت قاعد في البيت من تليفونك، من اول تسجيل المواليد لحد الوفيات، كل شيء النهارده بقى موجود في الانترنت. فالناس الاول كانت تستغرب. النهارده لما جه ايلون ماسك كان بيتكلم بيقول اللي ما عندوش بيزنس على الانترنت فهو في خطر. الكلام ده حقيقي، لان 2025 الوضع هيختلف تماما. التجاره الالكترونيه النهارده وصلت 85%. انت عارف معنى كده ايه؟ ان نسبه تصاعد التجاره الالكترونيه سنويا والله بتزيد 10%. فانت النهارده انا فين النهارده من التجاره دي؟ انا فين من الاونلاين؟ بعد 3 سنين كمان من النهارده تقدر تقول لي وضعك هيبقى فين؟ هتبدأ تشتغل بالطريقة التقليدية القديمة، ولا انت المفروض يكون ليك مكان في الانترنت وبتكسب منه؟ الوضع النهاردة ما تستهونش بيه، لان ده اللي هيحصل بالفعل. ده اللي هيحصل بالفعل. رقم 4، ليه الناس شايفين ان طريقة الارباح مش منطقية؟ طيب ده سؤال قوي جدا فعلا. هي طريقة الارباح مش منطقية، يعني ارباح كبيرة جدا، وده ليه؟ يعني هقول لك ليه. اولا هو انا لما ببيع قطعة من المنتجات زي ما ببيع جملة طبعا تفرق. لو بعت قطعة من المنتجات فهكسب 50 جنيه، لكن لو بعت مجموعة او جملة من المنتجات فهكسب 1000 جنيه. فانا ابيع قطعة ولا ابيع مجموعة من الملابس؟ ابيع مجموعة، يبقى بكسب بال1000. عشان لما هاجي اكسب بال1000، لما نيجي نقول الطريقة ان هي مش منطقية، تعال نقول ان اول 8 هيبتدوا معاك هيعملوا لك 33200 بشكل مبدئي. اول 8 بدأوا معاك البيزنس على الباقات الكبيرة، ساعتها انت عملت 33200. وده ليه؟ لو الباقة النهاردة موجودة على الموقع ب25000 فانت بعت 8 ادي 200000 جنيه، بعت للشركة ب200000 جنيه منتجات وخدمات. في نفس الوقت دوت انت ربحك هيكون 20%. 20%. انا لو بعت قطعة من الملابس، القطعة دي تمنها 100 جنيه، فانا بعتها هكسب فيها 20 جنيه مكسب ليا، والشركة هتاخد 80 جنيه، وده حق تصنيع المنتج على الأقل يكون 40 جنيه، وساعتها بيطلع ال40 التانيين للوكلاء. ولكن السبب الشخصي اللي باع المنتج فهو ليه لوحده 20%. السبب الشخصي اللي باع المنتج فهو ليه لوحده ال20%. طبيعي جدا لو أنا بعت ب200,000 جنيه للشركة منتجات، فأنا ليا 33200 عمولات حق مبيعاتي للشركة.
فدوت اسمه البيع بالجمله. فانا مش بدور على 200 300 زبون يدخلوا لي المحل، ولكن بدور على 8 اشخاص يبداوا معايا البيزنس، لان هم محتاجين الفرصه دي. انا لما بعمل 33,000 هم كمان بياخدوا مصدر دخل ليهم، توكيل وموقع، ويبداوا يشتغلوا معانا ويعملوا نفس الارباح. فالفكره ان انا بعت مجموعه من الملابس، الناس محتاجه الهدوم، محتاجه الملابس، فبدل ما بياخدوها على مدار سنه ولا سنتين بيشتروها من المحلات، يقدر يشتريها مره واحده ويبتدي بيزنس قوي زي دوت. فبياخد موقع وياخد توكيل ويبدا يشتغل معانا، لانه خد منتجات وخد خدمات من الكورس والتدريبات، ويبدا يشتغل معانا في ورش العمل ويبقى شخص قيادي ويبدا يقود ليه فريق. فانا النهارده بعمل عمولات كويسه جدا حتى من فريقي ليفل 3 وليفل 2 وليفل 4. عموما ان لو بدأوا معاك 8 مسكوك 33,000 من مبيعات 200,000 جنيه. ساعة لما ال8 دول كل واحد فيهم يعمل فريق من 8، يبقى ال8 نفس الكلام هيعملوا زيك. 8 في 8 ب 64 شخص. 64 شخص هنيجي نتكلم النهارده ان كل واحد من ال 64 شخص دول هو كمان كده باع 8. يبقى ال 64 شخص دول همسكوك انت عمولات 230,000 جنيه، وده مبيعات 2 مليون. 230,000 جنيه، لان دي مبيعات 2 مليون، لان 8 في 8 ب 64 شخص. 64 شخص في 25، لان هو اصلا مش مكمل 25. طبعا الباقه نازل عليها عرض ب 22,000 جنيه، لان طبعا على الاقل خالص انت عملت عمولات وعملت مكسب كويس جدا. فانا النهارده لما بمسك 230,000 جنيه على الاقل عمولات، اكون انا بايع ب 2 مليون للشركه، وده نجاح قوي جدا طبعا، وده حاجه منطقيه. النهارده لما باجي ابيع منتجات ليفل 3، ومش انا اللي ببيع لوحدي، يعني مش انا اللي هبيع ب 2 مليون لوحدي، ولكن فريق العمل. يعني ال8 بتوعي علمتهم ودربتهم ان كل واحد فيهم يبيع 8 باقات زيي، يعني يبيع ب 200,000 جنيه زيي. يبقى ال8 كل واحد باع ب 200,000 جنيه، يبقى 8 عندك 8 في 200، 8 في 200,000 ادي 200 400 600 800 ادي مليون و800,000 جنيه. انت بتتكلم في 1,800,000 جنيه. فتفريقك اللي بيبيع ب1,800,000 جنيه، يعني النهارده انت تقدر تكسب 230,000 جنيه عمولات من ورا فريقك. طيب ده ليفل 2. ليفل 3 لما 64 كل واحد فيهم يعمل فريق من 8، انت بتقبض 750,000 جنيه، ودي مبيعات فريقك. فقوه فريق العمل هي ناجحه جدا. ده الفكره اللي لازم تكونوا واخدين بالكم، ان الارباح الكبيره ديت بناء على مبيعاتك انت ومبيعات فريقك وقوه فريق العمل. حتى لو انت ما اشتغلتش، انا عايز اتعب سنتين بجد وارتاح طول حياتي. ايه اللي يضمن لي الشركه نفسها؟ بص يا جماعه، اللي يضمن لي الشركه نفسها ان النهارده الشركه ليها توكيل موجود، النهارده توكيلها موجود على ارض الواقع. النهارده الشركه موجوده على ارض الواقع، شركه مصريه وصناعه مصريه، وبندعم التصنيع المصري، وهي بتصنع المنتج بنفسها. النهارده الشركه موجوده على ارض الواقع، طبعا في سجل تجاري، في بطاقه ضريبيه، ليها اوراق رسميه مسجله في وزاره الاستثمار. طبعا الشركه وضعها القانوني قوي جدا ووضعها المالي قوي جدا. فانا النهارده بتكلم عن شركه موجوده على ارض الواقع. النهارده يا جماعه لازم تخلوا بالكم ان الشركه كمان مدعمه قانونيا وطبيا، لان هي واخده تصريح من 1500 مستشفى على مستوى الجمهوريه كلها، ان انت التصريح دوت تقدر تاخد خصم 70% على المنتجات اللي هي الطبيه كلها، من الخدمات الطبيه والمنتجات والعلاجات الطبيه. فانا النهارده واخد وضع قانوني. الشركه واخده على النوتريشن، ان بتسوق منتجات نوتريشن اللي هي التغذيه، واخده تصريح من وزاره الصحه ووزاره سلامه هيئه الغذاء. فهي شركه قويه جدا، وده كله مطمني. زائد ان في مصلحه مشتركه ما بينك وما بين الفريق وما بين تيم العمل، فتطمن ان الفريق كله مصلحته ان انت تعمل فلوس عشان هو كمان يعمل فلوس. حاجات كمان كتيره قوي مطمناني من ناحيه الشركه، ان الشركه طبيعي جدا جدا ان هي عايزالي ان انا ابيع واكسب، وانا لما هكسب هي كمان هتكسب. لازم تكون عارف ان في فكره مصلحه مشتركه وفكره دوبليكيشن، وبنطبق نفس النجاح. طبعا ضمانات كتيره بالنسبه للشركه عشان تضمن الشركه موجوده على ارض الواقع. بتروح تسال في الوزاره، في المديريه، في المحافظه كمان، اسال براحتك واستعلم براحتك. شركه كيان كريد، وهي مؤسسه عملاقه موجوده على ارض الواقع وليها مجموعه شركات. طيب ايه كمان؟ ما عنديش وقت. في شخص بعت لي سؤال رقم 6 بيقول لي ما عنديش وقت. طبيعي جدا ان احنا ما بنستغلش وقت طويل جدا، يعني زي الوظائف اللي هو بياخد من وقتك 8 ساعات و12 ساعه، احنا بناخد من 4 ل 6 ساعات يوميا، بنعلمك وندربك ازاي تشتغل معانا من الصفر،
وبتوصل لاعلى درجات الخبره التسويقيه وتقدر تعمل منها ارباح كبيره جدا. فكلمه الوقت دي انت شغل ده بالذات الوحيد اللي تقدر تشتغله من اي مكان وفي اي حته، فحتى دي مطمن منها. طيب في سؤال كمان، خايف معرفش انجح. خايف معرفش انجح ديت، هو انا اللي كنت الشخص ده. انا خايف معرفش انجح لان انا ماليش في التسويق والتجاره ديت. انا شخص اساسا عندي مكتب رحلات، فماليش في التسويق، ماليش في التجاره، بس اتعلمت. ما دام اتعلمت مجال التجاره فهتنجح. مفيش حد دخل في مجال وقال يا رب وربنا سابه، طبيعي جدا هتنجح. خايف معرفش انجح لان الناس اصلا محتاجاك. ايلون ماسك لما جه يتكلم قال لك لو البيزنس بتاعك على الانترنت فاطمن ده ناجح، ولو البيزنس بتاعك هو احتياج الناس فاطمن اكتر لان هو كده كده هينجح. طب انا بقدم احتياج الناس، منتجات وخدمات، فانا بقدم حاجه الناس اصلا بتدور عليها، فده اللي مطمني. والحمد لله نجحت وعملت فريق كبير في كل محافظات مصر، وان شاء الله تعمل زي بالظبط وتعمل احسن مني كمان. رقم 8، خايف اخسر. خايف اخسر، الجزء ده والسؤال دوت مهم جدا. يعني كلمة انا خايف اخسر، اولا مفيش ريسك ومفيش خسارة. احنا مش عاملين زي المحلات التقليدية. المحل التقليدي اللي هو لازم تدفع ايجار محل وتجيب عمالة وتجيب سيستم وديزاين وبضاعة وتدفع عدادات تجارية، فانت لازم تقف في المحل وتبيع. لو بعت هتكسب ونص المكسب بتاعك بيطلع مصاريف شهرية للمكان اللي انت قاعد فيه. ده المشاريع التقليدية، فدي لو انت ما بعتش فانت خسرت. لو ما بعتش فانت خسران، لان انت بتطلع مصاريف من جيبك ومفيش دخل ومفيش مكسب جاي. تعال نقول البيع عندنا ليه مفيش خساره وليه بنقوله ان مفيش ريسك اصلا. اولا لان رصيدك انت خدت بيه منتجات بشكل كامل في الاول، معاك الموقع، معاك التوكيل، بتبدا تتعلم وهو موقع مدى الحياه وتوكيل مدى الحياه. خايف اخسر، اولا المحل بتاعنا ملهوش ايجار، ملهوش مصاريف شهريه، فزيرو خساره. فالمحل موجود ما بيعدش عليك دخل زي المحلات العاديه. ولكن كمان تقدر تقول لي هل المحل ده موجود مدى الحياه؟ موجود مدى الحياه معاك، فبتبدا تبيع وتعمل منه عمولات دايمه طول حياتك. طيب كلمه ان انا خايف ان انا هخسر، اولا مفيش ريسك، مفيش مخاطره هنا، فالمحل متقدم لك بشكل كامل بتاعك، ملكك مدى الحياه. بس طبعا لازم تقف تبيع، لو ما وقفتش تبيع في المحل مش هتكسب. فالجزء ده اللي انت تاخد بالك منه، ان انت محتاج ان انت تشتغل وتتعب شويه، سنتين على الاقل، تقدر تعمل من المشروع دوت ارباح وتثبت ارقام دايما مدى الحياه. لو ما عرفتش اعمل فريق، الشركه هترجع لي فلوسي؟ اولا لو ما عرفتش تعمل فريق، الشركه اولا مش هترجع لك فلوسك، وانا صادق وصريح معاك. يبقى اولا انت بتشتري بفلوسك منتجات، فانا استخدمت المنتج، ما ينفعش بعد ما استخدمته اروح ارجعه للشركه. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بتاخد كورس، فالكورس ده بتاعك انت، فانت اتعلمت وخدت منه شهاده معتمده دوليه، فما ينفعش ان انت ترجع الكورس بعد ما انت اتعلمته بقى في ذهنك. تاني حاجه ان انا لازم اتكلم بمصداقيه عن المنتجات، فبشتري المنتج دوت عشان استخدمه استخدام اول مره في العمر، وافضل ابيع من الموقع بعد كده واكسب طول حياتي من الموقع. فانا خدت المنتجات وخدت الخدمات على شكل باكج، ودوت البدايه بتاعتي. يبقى انا امتلكت الباكج ده ليا انا لاستخدامي الشخصي، عشان اقدر بعد كده ابيع صح من الموقع برضو بالباكج. عايز ابيع بالقطعه مفيش مشكله، بس احنا بنبيع بالباكج بالباقه. زي ما انا خدت الباقه ديت، فانا النهارده بقدمها لك، واللي بيشوفها فرصه اللي بعده كمان، لان هو الشخص اللي شافها فرصه في الحقيقه، فالشخص اللي بعديك هو كمان بيشوفها فرصه. عشان كده بقول لك ابتدي بسرعه وابتدي بدري، عشان اللي جاي بعديك يبتدي زيك. فانا النهارده لما هبدا بحاجه، هبدا ان انا كده كده بشتري منتج طبيعي من المحلات، فانا اشتريته من هنا وخدت المشروع انه ده بدايه ليا ومصدر دخل دايم. فحقيقه يا جماعه الموضوع بسيط جدا. فكلمه ابتدي بسرعه عشان اللي جاي بعدي دي حقيقه. ابتدي النهارده، ما تضيعش وقت، الفرصه بتاعتك، لان الاغنياء بيشوفوها فرصه. لكن كون ان الشركه بترجع لك الفلوس بعد استخدام الباقه ده، لا طبعا ما بيحصلش، لا تراجع ولا استبدال. لكن انا باخد المنتجات فبستخدمها استخدام شخصي، وابدا اتكلم عنها بمصداقيه عشان اقدر ابيع بعد كده. فانا النهارده بسوق منتجات عن طريق الانترنت، عمري ما مسكت المنتج في ايدي ولا جربته. هل ده يعقل؟ مستحيل طبعا. انا لازم امسك المنتج واجربه واتكلم عنه بمصداقيه واستخدمه واخد كورس يدربني ويعلمني، واخد الكارت الطبي عشان اقدر ان انا اكون ليا تامين،
وابدا اخد التعليم والتدريب باستمرار، فهقدر اوصل ان انا اقدم الباقه للناس، الناس محتاجاها طبيعي. رقم 10، في ناس بتقول نصب. بص يا جماعه، في ناس كتير بتقول نصب او بتقول التجاره دي نصب لان هم ما جربوش حاجه اصلا غير ان هم بييجوا يقولوا ان الكلام ده نصب وخلاص، وعمرهم ما هيجربوا الحاجه دي. يعني احنا هنفضل نعمل فلوس وهم يفضلوا يتكلموا علينا كده بالطريقه ديت، ويقولوا اي شغل واي مجال واي حاجه يقولوا عليها ان هي مش كويسه عشان مش عايزين يتعبوا. هو هل بالنسبه لهم ان هم يتعبوا ويشتغلوا ويتعلموا زينا، ولا احسن ليهم ان هم يقولوا نصب وخلاص وعشان ما يجيش حد يسالهم، فبدل ما يتورطوا معاه وهم مش عارفين حاجه فبيقول لك ده نصب، فهم اصلا ما جربوش ولا يعرفوا حاجه. ليه بيقولوا ان هو نصب؟ اول حاجه لازم تكون عارفها ان اللي بيقول الكلام دوت او بيقول ان هي نصب هو ما جربش بالفعل اصلا. فهو شخص عباره عن هو شغال 8 ساعات او 12 ساعه في وظيفه، فاقصى حاجه اقصى طموحه بيعملها ان هو بيقبض 4-5000 جنيه وفاكر انه ده اقصى حاجه يقدر يعملها. شخص زي دوت لما بتيجي تقول له انت بتعمل من 8000 ل 10000 ل 12000 ل 15000 في الاسبوع الواحد، وفي ناس بتعمل 20 و 22000 في الاسبوع، بيقول لك لا لا ده نصب، لان هو اتربى وتعود 20 30 سنه شغل ان هو يقبض من 2000 ل 3000 ل 4000، هو ده كده اقصى مجهود هو بالنسبه له بيبذله. فطبعا لو جيت قلت له انه في طريقه تانية للمعتقدات للتسويق والتجاره وان انت تقدر تكسب من مشروع خاص بيك، فهيقول لك ده نصب. لان طول عمرنا اتربينا عشان نعمل مشاريع فبنعملها براس مال كبير جدا، ما بيبقاش راس المال البسيط دوت. لكن هم الناس لسه مش مستوعبه يعني ايه تجاره الكترونيه وتسويق عن طريق الانترنت. فالنهارده طبيعي ان لما تيجي تقول لحد اللي في شركه بتعمل ارباح بالشكل دوت وهو بيقول نصب، فطبيعي ان هو يستغل. في ناس بتستغل ان هي تعمل لنفسها ترند، فبيجي يقول ان شركه زي ديت فيها الوفات الناس، فلما يجي يقول ان الشركه دي نصابه فطبيعي بيجي ايه، ناس بتخش عنده كتير فبيعمل لنفسه ترند. في طريقه تانية للناس اللي هي مش كويسه، فبياخد مننا شرح ويطلع يشرح لناس وينصب عليهم باسم الشركه، ويعني اللي اتنصب عليه يطلع يقول الشركه الفلانيه هي اللي نصبت عليا، والكلام ده مش حقيقي، لان في ناس كتيره ولاد حرام. طبيعي جدا انت هتلاقي ناس موجوده قدام منك على ارض الواقع هم نفسهم ما جربوش الحاجه دي، فالاسهل ليهم ان انت لما بتعرض عليهم حاجه زي دي على ارض الواقع، الاسهل ان يقول لك لما نشوفك هتعمل ايه، او ما تجرب انت الاول ونبقى نجرب فيك. او في ناس طبيعي ان هي لما هتيجي تعرض عليها الحاجه دي هيقول لك لا طبعا انا مش موافق، لانه اسهل ليه ان هو يقول ده نصب، ولا الاسهل ان هو يتعب ويشتغل ويبقى معانا ويعمل فلوس. هو مش عايز يتعب، والاسهل ان هو يقول لك لا طبعا ده مش حقيقي ده نصب، فبيختصر السكه وخايف لا تبقى انت بتدينه بكلمته. لو قال البيزنس ده كويس جدا وهو ما جربش وما كسبش، فطبيعي انه هيقول لك لا ده نصب، فبيريح من الاول. سؤال اتسالته بيقول هو انا ليه بدفع فلوس؟ طبيعي جدا ان انت بتدفع فلوس في بيزنس انت عارف هو قيمه المشروع ايه، عارف قيمه البيزنس ايه، هو ده اللي المفروض ان انت تعرفه. اول حاجه عايز اوريها لك عشان تبقى عارفها معايا، ان انت عشان تبقى فاهم يعني ايه بتدفع في بيزنس، دي حاجه المفروض تبقى انت فاهمها، والحاجه دي موجوده على ارض الواقع. اول حاجه عشان تعمل مشروع خاص بيك لازم يكملوا 3 دوائر زي دول 3 دوائر. اول حاجه تكون بتدفع فيه لان ده مشروع بتدفع فيه. تاني حاجه تكون بتحبه فبتحب الحاجه اللي انت بتعملها. تالت حاجه تكون هتتقن فيه يعني هتتعلم فيه وتتطور فيه، وكده المشروع بال3 دوائر دول ينجح معاك. لو انت هتدفع فيه وانت بتحبه لكن مش هتتقن فيه فده مجرد حلم مش هينجح معاك. لو انت هتتقن فيه وبتحبه بس ما بتدفعش فيه يبقى ده مش مشروع، ده مجرد وظيفة. لو انت هتدفع فيه وهتتقن فيه لكن مش هتحبه فده مجرد ان انت هتكون شخص طفشان منه. فال3 دول لازم يكملوا مع بعض، تكون هتدفع فيه وبتحبه وهتتقن فيه وهتتعلم فهينجح معاك المشروع. لازم تكون فاهم يعني ايه مشروع، ولازم تكون فاهم يعني ايه بيزنس وهكبر فيه. اول حاجة الناس بتشوف البيزنس بتاعنا فرصة حقيقية، لان هم بيدفعوا الوفات بره وملايين في مشاريع تقليدية. عايز تبقى عندك مشغل او متجر او محل، ده راس ماله كام؟ من اول يعني 400-500 الف
وانت طالع. لو امتلكت المحل لوحده بمليون، اقل محل او مشغل متجر ايا كان. فعشان تعمل مشروع تقليدي على ارض الواقع محتاج عماله وسيستم وديزاين وبضاعه وعدادات تجاريه وضرائب وتامينات، راس مال كبير جدا. في نفس الوقت هتبقى المكسب بتاعك او الارباح بتاعتك هتطلع نصها مصاريف شهريه، من ايجار محل للبضاعه لعماله لاعدادات تجاريه لضرائب. فهتلاقي نفسك بتطلع مصاريف شهريه، والمكسب مش مضمون وممكن يكون في خساره. ده في المشاريع التقليديه. ده غير ان هي مش دايما مدى الحياه، فانت عايز تشتغل طول حياتك. ده غير ان انت عايز تشتري وتبيع طول الحياه، تفضل تشتري وتبيع. فدي اسمها تجاره. فهو الناس بتشتري من ناس وناس بتبيع لناس، فدي التجاره التقليديه العاديه. فانا النهارده التجاره بتاعتي مختلفه تماما. بشتري اول مره وانا امتلكت المحل على الانترنت. لما بسوق للعالم كله، فبسوق ل7.9 مليار نسمه. في الوقت دوت بيديني سرعه في الانتشار، الا في التكلفه سهوله في الجهد. عشان كده بتعمل ارباح كبيره. واللي بيشتري منك هو بيبدا معاك البيزنس، لانه بيحقق لك نسبه من الارباح قويه جدا. هو كمان بيدي لك نسبه من الارباح، وبيدي لك من فريقه كمان نسبه من الارباح. فكل شخص يبتدي معاك البيزنس سواء من فريقك دايركت او غير دايركت ليك، وبيعمل لك عمولات طول حياتك، والفريق بيكبر والارباح تزيد. فانت بتاخد من فريقك المباشر 15%، وبتاخد من فريقك عمولات التوازنات مستمره مدى الحياه. فطول حياتك هتفضل تكسب من ورا فريقك، وفريقك بيكبر وارباحك بتزيد. ولما بتبيع بتسوق للعالم كله ل7.9 مليار نسمه. فانت مش بتسوق في منطقه ولا في شارع ولا في حاره. ده غير ان انت الاستخدام بتاعك اول مره في العمر من المنتجات، وبتبدا بعد كده تبيع من منتجات الشركه. فما فيش ريسك وما فيش خساره، لان ما فيش عندك عدادات تجاريه ولا ايجار محل ولا ضرائب ولا تامينات. انت مالكش دعوه بكل دوت اصلا، لان مش موجود. فانت في غنى عن الكلام ده كله. فالمكسب اللي جاي هو بتاعك لوحدك بس، والمشروع بتاعك مدى الحياه بس. فانا النهارده بلاقي فرصه زي ديت انا عمري ما هضيعها. فالناس بتدبر ثمن الفلوس. فاللي بيجي الشخص يقول لي هو انا ليه بدفع فلوس؟ انت بتمتلك موقع ثمنه 250 الف جنيه وبتاخده مجاني. واسال اي فني كمبيوتر دلوقتي، الويب سايت ده باسمك وبياناتك وعنوانك وبطاقتك انت ومين الوريث بتاعك. ده غير ان انت بتاخد توكيل ثمنه ما يقلش عن 300 400 الف جنيه. التوكيل ده زي زارا كونكريت امازون، انت بتمتلك توكيل مجاني. فانا النهارده واخد فرصه مشروع ثمنها ما يقلش عن نص مليون بشكل مبدئي. مقابل ايه؟ ان انا جربت المنتجات بتاعت الشركه دي، ان انا خدت كورسي يعلمني التسويق من الشركه دي، ان انا خدت مشروع قوي جدا مع فريق تيم عمل هعمل معاه ارباح دايما. يعني بفلوسي خدت ضعفها منتجات وخدمات من منتجات الشركه، من الكارت الطبي، من الكورس. فانا خدت حقي مرتين في البدايه. ده غير ان انا واخد توكيل وموقع ثمنه ما يقلش عن نص مليون، وبتعلم وبتدرب ازاي هعمل فلوس مع الناس اللي بتعمل فلوس، ومفيش ريسك ومفيش خساره. وبالفعل الوفات الناس طبقت النجاح ده. والله البيزنس الوحيد في العالم اللي ما فيهوش خساره، البيزنس الوحيد في العالم اللي يخليك تعمل ارباح عمرك ما تفكر تعملها في المحلات التقليديه. المشروع الوحيد في الدنيا كلها اللي هو مضمون مدى الحياه، ويضمن لك مستقبل وتورثه لاولادك. المشروع الوحيد اللي عنده سرعه في الانتشار وسهوله في الجهد وبيعمل ارباح كبيره. البدايه من عندك انت، البدايه سهله. تقدر تتعلم معانا كل حاجه، تتعلم مع الناس اللي اتعلمت وهتنجح وهتقدر وهتوصل. المهم يكون عندك عزيمه واصرار من جواك ان انت هتقدر تعمل دوت. صدقوني يا جماعه البيزنس دوت فرصه لاي حد ما تتعوضش. المهم انك تلحق تشوفها ان هي فرصه. ودايما الاغنياء بيشوفوا ان دي فرصه، ان ده بيزنس موجود. ايلون ماسك كان بيقول لو البيزنس بتاعك على الانترنت فاطمن ده ناجح، ولو البيزنس بتاعك هو احتياج الناس فاطمن ده هينجح. فانا النهارده بقدم لك الفرصه. ربنا معاكم شباب. باي باي.